السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نشارك معكم طريقتي في تحضير طاجين الحلو بالدجاج. يجي بزاف بنين. راح نعطيكم المقادير تاع السكر بالضبط باش ما يجيش حلو بزاف. نجيب طاجين نحط فيه قطع دجاج. انا هنا حطيت كويس، نضيف له مغرفه كبيره مارغرين ونحط معاه نص مغرفه كبيره بصل مقطع ونديرهم يتقلاو مع بعض فوق النار. ودرك نروح باش نحضر الفواكه الجافه اللي عندي. انا هنا راح نستعمل العنب والمشماش والزبيب، غسلتهم مليح نحطهم في الكسكاس ونفورهم. وهنا بعد ما تقلى الدجاج والبصل نضيف له الماء سخون ونضيف له توابل زعفران فلفل كحل قرفه. القرفه تكون عود، ما نستعملوش قرفه بودره، ورشه ملح ونغلق عليه ونخليه يطيب. بعد ما طاب الدجاج نجيب المرق نتاعي ونصفيه نجوزو في الباسوار كما راكم تشوفوا. بعدها نكي المرق اللي عندي. انا هنا عندي 3 كيلات تاع مرق، نضيف لهم كيلة سكر ونحطه فوق النار. بعد ما يغلي نضيف له مغرفة كبيرة عسل ونغطيه ونخليه يعقد. انا هنا ضفت له مغرفة كبيرة عسل ناتشورال طبيعي. هنا بعد ما عقد المرق نضيفوا له الفواكه الجافة اللي كنت فورتها من قبل ونغطيه ونخليه يطيب على نار هادية. ودرك نروح للوز نوجدو باش نزين بيه طاجين الحلو. نجيب مقلة نحط فيها مارغرين ونحط فيها لوز ونبقى نحرك فيه بهذه الطريقة حتى يتحمر مليح. نحيه ونحطه بجيه. ودرك نرجع لطاجين الحلو. هنا بعد ما عقدت المرقة والفاكهة تعسلت مليح نضيف لها شوية مزهر ونخليه يغلي مدة 5 دقائق ونطفي عليه ونضيف له حبات من اللوز باش يطلق فيه البنة. وهكذا يكون طاجين الحلو واجد للتقديم. وهذه هي النتيجة النهائية. هنا زدت زينته باللوز محمص والجلجلان محمص الله. والتزيين يبقى اختياري حسب الشي اللي يكون متوفر عندك. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، ودمتم سالمين.